السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أسماء نحراوي. إيه، بصي بقى النهاردة إن شاء الله هعيد تدوير البرقع. البرائع اللي هي ايه طبعا بتبقى موجودة في أغلبية البيوت، اللي هي اللي هي البرائع، يعني الستارة بيبقى فيها ايه الجنبين ده. فدي طبعا مدتها ادمت والقماش ده بيبقى مركون كده من الجنبين، مش بنستغله في حاجة. وما تيجي كمان تغسليها بتغلب جدا في الغسيل. فانا شلتها كله من المسامير. وبصي الحته الطويله دي كانت في الجنب. ايه، خدتها قستها كده على الترابيزه دي، اي ترابيزه بقى انت تحب يعني عندك. إيه، وممكن على ايديكي تعمليها عادي. بتاخدي الدوران كده. إيه، بصي انا خدت ده الداير كده اللي كان بيبقى ايه مزين الستاره من فوق. إيه، عشان هو فيه بصي الفرنشه من تحت. فانا هسيبه كده والجناب بتاعته. يعني المفروض ان انا باخد الحته من العرض كله مع بعض، بس طبعا عشان ايه انا عايزه اعمل الحته دي، هاخد دي اقصها نصين وهكمل بيها. بصي انا كده خيطتها، حاطه في الجناب في في الحته دي يعني. يبقى دي هتبقى في اماميه كده، ودول في الجناب، عشان انا ايه عايزاها اقفل الجناب. لو هي ترابيزه مثلا عندك الجناب بتاعتها مقفوله، مش هتحتاجي بقى تعملي كده، هتعملي من قدام وخلاص. بصي دي بقى كانت عندي حته تانية من ستاره تانية. إيه، حطيتها من فوق كده. إيه، انت بقى لو عندك نفس اللون حطيه. بصي ثبتها بس من فوق. على فكره انت بايدك تملكيها اكتر من المكنه كمان. إيه، ثبت الحته اللي فوق دي المستطيله دي مع اللي تحت بس، ولبستها فيها. والفرنشه ديت إيه، يعني خلعتها منها خالص، وبعد كده ثبتها تاني من فوق. وممكن تزيني باللي انت عايزاه، ممكن تشيليها خالص براحتك. يعني هي بس مجرد فكره، وبراحتك انت بقى. بصي دي الستاره دي إيه، برضو من البراءة. وعامله ستاير تانية. وهعمل برضو ان شاء الله يعني غطا المكنه من نفس القماشه لو تفضل معايا. بصي عملت منها المفرش ده، وعملت منها مفارش تانية للترابيزات. يعني استغليه، بدل ما هو بيبقى موته ادمت وبعدين بيبقى مركون ويلم ترابه، ولازم لما يجي يتغسل لازم تخلعيه كله بالخشبه بتاعته. فمجهود وصراحه شكله بقى مش حلو. انت هتشوفي دلوقتي البرقع انا حطاه زي ما هو، شكله شيك وجميل برضو. بالعكس بقى ارق وبقى موضه يعني. بصي هي دي بقى الحته اللي كانت ايه بتبقى في الستاره. بصي كانت متخيطه كده، هفك بقى الخياطه. آه، وهعملها برضو ايه المفرش. بصي قصيتهم كده، انت بقى تقصيهم حسب بالمقاس اللي انت عايزاه. هما كده كده بيبقوا مزينين بالفرنشه دي. انت عايزه تكملي بقى تزيين حاجه تانية براحتك. بس انا بصي هو مش محتاجين مكنه ولا اي حاجه، اصلا قماشتهم لو خدتيها على ايدك كده ما شاء الله هتخلص معاكي بسرعه. هي كده كده اصلا يعني سراجه، يعني مش حاجه. بما ان بقى كل حاجه غلت ومفارش غاليه والحاجات دي، انا بصي انا بحب ايه ان انا امشي بيتي بالحاجات الموجوده، مش شرط بقى لازم ايه الحاجه اجيب إيه جديد اول باول. فكل واحد حسب مقدرته. ولما حاجه موجوده مثلا هتمشي بيها عادي خلاص. في الاول في الاخر ده بيتك، يعني تحطي اللي تحطيه تحبيه براحتك. بصي انا بقى حطيت دول بقى برضو هتنيهم من الجناب كده. هما متنيين من جنب واحد، هكمل بقية الجناب. بصي اهوت بقى. ده كده البرقع كان مليان بقى قماش من فوق وتحتيه الحتتين اللي نازلين، كان عامل دوشة جامدة. بصي دلوقتي شكله بقى ما شاء الله جميل يعني. هادي كده وتمسحيه بقى بتغسليه كده وهو محطوط زي ما هو، مفيش قماش بقى نزل منه ولا حاجة. حطي عليه فرع نور، مش عايزة تحطي براحتك. المهم انك تستغلي القماش اللي هو كان مركون ده، ما كانش ليه لازمه. بصي انا عملت بقى المفارش دي، عملت كذا مفرش بكذا يعني بكذا مقاس انت بقى تحبيه. دي كانت حته فاضله معايا كده، ركبت لها حته فرنشه كده. إيه، ان ممكن تحطيها على اي مكان يعني ايه صغير عندك.
بصي الفرنشه مخليه اصلا شكله حلو من ما فيش، يعني احنا ما اشتريناش حاجه، هي التزيين بتاعه موجود، واحنا بس اللي خسرناه يعتبر الخيط اللي انتي عملتي بيه، ودي مش خساره يعني، بس انا قصدي انتي ما اشتريتيش حاجه مخصوص، كله من بيتك وكلها عادة تدوير. وانا متاكده ان في اغلب البيوت البرقع ده، ومش شرط من برائع، اي ستاره مستخدمهاش يعني انتي بقى تدوري، يعني انتي ممكن يبقى عندك حاجات احسن كمان، يعني تعيدي تدويرها لو انتي مش بتستخدميها. اهو بقى ده شكله كده، ودي بقى الحته اللي هي كانت الداير. طبعا انا مش هحطه يعني على الكومودينو كده، بس يعني ايه انتي بقى ايه، انا بوريك يعني شكله هيبقى عامل ازاي. انتي ممكن تخلوش برضو بالنظام ده اللي هو يعني ينزل بداير كده، ممكن تخليه مربع مثلا مستطيل، انتي بقى براحتك. بس انا حبيت ان انا ما اهدرش منها، يعني ما اقصش منها، خليتها زي ما هي، ممكن احتاجها في حاجه تانية. وعملت الستاره دي وركبت فيها اللي فوق دي. انا عملت منها كذا ستاره يعني، كذا غيار، ان انت ايه تحطي بقى في طرقه، في لما صلى على النبي على مطبخ بتاع. بصي انا عملت لي كذا كذا مفرش. اصلك بصي القماشه ما شاء الله جديده، يعني طبعا هي بقى لها ما شاء الله كام سنه متجوزه من زمان، يعني بقى لها 14 سنه ما شاء الله. قماشه جديده زي ما هي. فانا هتن ركناها ليه، وهفضل مثلا تتلم ترابه فاستخدميها احسن. تزيين بقى بصي انتي ممكن، انا بعد ما خدتهم مكنتش هزينهم صراحه يعني، بس انا قلت اعمل اللي هما الذهبي دول بس بالاستراس الذهبي ده. انتي ممكن تعملي باي حاجه عندك فرنشه، عندك اي بقى استراس تاني. على فكره الاستراس ده مش غالي اصلا، متر منه عريض كده، وكتير يعني. كان ب10 لما كنت جايباه من كام سنه، وبيقعد معاكي كام سنه ان شاء الله، يعني لو انه عمر مش بيخلص ما شاء الله، لانك انتي بتقصي حسب احتياجاتك. بصي بيبقى عرضه ده كده، وطول بقى متر. في منه الضيق، ومنه ده استرس الكداف ده، وفي منه الكبير ده. انا قصيت منه صفين وخيطتهم، وانت ممكن تلزقيهم بمسدس الشمع براحتك، بس انا بحب اخيط الحاجه عشان انا بحب الحاجه العمليه اكتر. هو اللزق مش مسدس الشمع مش هيفك برضو، بس انا بحب الحاجه لما هتتخيط اخيطها عادي يعني.